أتمنى أن تكونوا بخير. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. العالم يحترق، المنطقة تحترق. الحرب اندلعت بين تل أبيب وطهران، بين إسرائيل وإيران. هذه المواجهة التي كانت حتى الآن حربا بالوكالة أدت إلى مواجهة عسكرية مباشرة. البعض يتحدث حتى عن بداية محتملة للحرب العالمية الثالثة. خبراء آخرون يتحدثون عن نظام عالمي وإقليمي جديد في طور التكوين أمام أعيننا. ماذا عن الجزائر؟ هل هي مهددة؟ هل هي مستهدفة؟ ما هي التداعيات على أمنها القومي؟ منذ عدة سنوات، على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة، لم تكف السلطات الجزائرية عن تسليط الضوء على نظرية الجزائر المستهدفة من قبل جماعات ضغط ومن قبل قوى أجنبية. وإذا هجمت الجزائر مثل إيران، فمن يستطيع حمايتنا؟ خاصة هذا السؤال أعتقد سيكتسب كل معناه عندما تمكن من تأكيد كشوفاتنا تمهلوا أن لدينا 228 كولونيلا وجنرالا في السجن العسكري بالبريدة. بلد يسجن هذا العدد من الجنرالات، يسجن هذا العدد من القادة، ويسجن عمليا جميع معارضيه. بلد يبدو على الأقل محكوما بالرعب في عمله الداخلي. هل يمكنه حقا حماية نفسه من عدوان خارجي؟ هذا هو النقاش الذي سنطلقه دون محرمات بكل صراحة، بعيدا عن أي منطق إثارة أو أي رؤية لنشر الذعر أو إخافة شعبنا. هدفنا هو إيقاظ العقول والوصول إلى الحقيقة. ولهذا يشرفني ويسعدني كثيرا أن نستضيف على منبرنا ضيفين اعتاد الظهور معنا، لكننا فقدنا الاتصال بهما لأسباب عدة، لمشاكل راهنة وحتى لمشاكل شخصية. يشرفني ويسعدني كثيرا أن أرحب اليوم بحسن الهرش. شكرا عبدو، شكرا على الدعوة. لغوي، خبير اقتصادي، خبير في النقاش الفكري. بصراحة يسعدني دائما استضافتك حسن، أحد أذكى وأكثر المثقفين الجزائريين بصيرة. عمر مديد لك يا حسن، هذا لطف منك. شكرا جزيلا عبدو، وأشكر المشاهدين الذين سيتابعوننا. وشكرا لوضعك لي في مواجهة علي جودي، صديق قديم مناضل يعرفه الجميع. أترك لك تقديمه. بالتأكيد. شكرا جزيلا حسن، لأنك سهلت علي الأمر. رجل عظيم. علي جودي ضيفنا الثاني. يا علي، يسعدنا وجودك، لقد افتقدناك. علي جودي رئيس المنظمة غير الحكومية فري بوست انترناشونال، والتي هي اليوم بطريقة ما الرابطة الجزائرية الوحيدة للدفاع عن حقوق الإنسان. إنها المنظمة الوحيدة، يجب أن أقولها بكل أمانة ليس للمجاملة، إنها المؤسسة الوحيدة الموجودة على أرض الواقع التي تتحدث عن حقوق الإنسان، عن تعزيز حقوق الإنسان، وتتحدث عن آخر مستجدات انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. علي جودي نشيط جدا. شكرا جزيلا لقبول دعوتنا. شكرا. مساء الخير للمشاهدين. مساء الخير عبدو، شكرا على الدعوة. سعادة غامرة أن أجد نفسي أمام حسن هيرش. وأذكر أن علي الجودي صحفي سابق عمل في جريدة الخبر، رئيس مؤسسة عمر ارتيلان التي شهد سنوات مجد الصحافة الجزائرية الذهبية عندما كان مستوى عاليا جدا. بينما نحن اليوم في أسفل المستويات للأسف. الجميل هو أن لدينا بالفعل ثلاث زوايا نظر: زاوية نظر المناضل والصحفي، وأنا سأضع نفسي كمراقب أو محلل أو شيء من هذا القبيل. إذن بالضبط سنبدأ بزاوية نظر المراقب والمحلل. يا حسن، 228 جنرالا وكولونيلا مسجونون، نعم. وحكومة سابقة بأكملها مسجونة، 3 رؤساء وزراء سابقين مسجونون، وفضائح متكررة كل يوم. هل الجزائر اليوم بينما المسؤولون يعدوننا بأن نكون قوة إقليمية؟ هذا يذكرنا بنفس الخطاب الذي كانت إيران تردده قبل أن تهاجمها إسرائيل. وانظروا عدد الجنرالات الإيرانيين وصناع القرار الإيرانيين الذين يتم تصفيتهم منذ الأيام الأولى. بصراحة، هل لدينا القيادات الجيدة القادرة على حمايتنا في حال وقوع مكروه ووجدت الجزائر نفسها في وضع بقاء؟ هل يمكننا أن ننام بسلام إذا كان علينا أن نعهد بأمننا للقيادة الحالية للبلاد؟ هذا سؤال في الواقع متعدد الأوجه. هناك عدة أسئلة في سؤالك الرئيسي، وقد تضمن بالتالي عدة زوايا نظر حتما.
زاوية النظر الأولى هي أنه لا يوجد شخص لا غنى عنه، أي إذا نظرنا على سبيل المثال إلى تاريخنا أو ما يحدث اليوم في إيران أو في أي مكان آخر. إذا نظرنا إلى تاريخنا، عندما وقع أول عمل قرصنة جوية في التاريخ، عندما تم تحويل كبار قادة جبهة التحرير الوطني أثناء رحلتهم من المغرب نحو تونس، وهم حسين أيتو أحمد، محمد بوضياف، مصطفى الأشرف، بن بلة، وهكذا دوالي. الجيش الفرنسي ظن أن الأمر انتهى، وأن جبهة التحرير الوطني قطعت رأسها، وأن الثورة الجزائرية ستتوقف. والعديد من المراقبين بالمناسبة كانوا يميلون إلى هذا الاتجاه. وحتى وقت ليس ببعيد كان حسين أيتو أحمد رحمه الله يتحدث عن ذلك قائلا إن هذا التوقيف، هذه القرصنة، قدمت خدمة عظيمة للثورة الجزائرية لدرجة أننا رأينا أنه لم يكونوا القادة بالضرورة هم من يقودون المعركة، بل هم عدد معين. أولا هو الشعب، ولكن الشعب على الأقل في شريحته المنخرطة والمنظمة والتي تخضع للهدف، أي فكرة الاستقلال. هل السياق ليس مختلفا؟ نحن نتحدث عن خلل وظيفي داخلي. في ذلك الوقت بالفعل كانت فرنسا تعتقد، كانت فرنسا هي المعتدي الأجنبي، لكننا نلاحظ أن الجزائر مستقلة اليوم، وأن هناك سياسة خلق وتهميش بل وقمع بالنخب. لدينا جنرالات كبار في السجن، سعيد بال القائد السابق لعدة نواح عسكرية، الرؤساء السابقون لأجهزة الاستخبارات. ألا يدعو هذا للقلق بالنسبة للبلد؟ أليس هشم في سياق انقسام أو تفكك؟ بالتأكيد. إذن بقيت لي نقطتان أحاول توضيحهما. النقطة الثانية هي أنني أتفق تماما على أن هذا الصراع الأخوي داخل الطبقة الحاكمة، داخل دوائر السلطة، لأننا جميعا نعلم، الجميع يعلم اليوم أنه لا يوجد في الواقع تماسك، انسجام حول السلطة في الطبقات الحاكمة. إنهم ليسوا في حالة تعاون، بل في حالة تنافس. وبالتالي من هذه الزاوية أوافقك، هذا يضعف الرد، يضعف بطبيعة الحال الاستراتيجية، يضعف التنظيم، وهكذا دوالي. ولكن مع ذلك هناك مثل قبائلي على الأقل، هو قول للشيخ محمد الحسين نقله الفنان محمد إيغربوشن، يقول 10 أشخاص يمكن أن يؤدوا إلى الهزيمة، وشخص واحد يمكنه تعديل المسار، هذا ما يعني. وبالتالي إنه خطر في نفس الوقت، لأن هناك بالفعل هذا الصراع حول الشخصيات. سأعود إلى هذا لاحقا، لأنه ليس وجهة نظر سياسية. لا توجد أيديولوجيات، لا توجد شرطة، كيف أقول شرطة، برامج قد تكون محور الخلاف إلى آخره. ليس الهدف الذي يختلف بين هذا وذاك، بل هو صراع شخصيات. إنه الأنا ضد الأنا، النرجسية ضد النرجسية، ويمكننا أن نضاعف الأوصاف حول ذلك. إنه صراع الذكور المهيمنين، وكل واحد يشك في الآخر، كل واحد يريد القضاء على الآخر. ولكن في الواقع هناك دوار السلطة. بمجرد أن يحصل المرء على منصب معين، يكون جنرالا، كولونيلا، وزيرا، مستشارا إلى آخره، ينتابه شعور بأنه مهم للغاية، وأنه مركز العالم، وأن الأرض يجب أن تدور حوله. وهناك طبعا هذه الأنا التي تصبح ذات أبعاد لا تطاق. وبالتالي فإن الرجال يقضون على بعضهم البعض لإظهار قوتهم، بالضبط يا حسن، يقضون على بعضهم البعض، يظهرون القوة، حرب عشائرية إلى آخره. علي، هل العشائرية في النظام الجزائري الموجودة منذ سنوات؟ مضت سنوات ونحن نتحدث عن حرب العشائر. من قبل كنا نتحدث قبل عهد بوتفليقة، قبل بوتفليقة، قبل العشرية السوداء، في بداية العشرية السوداء. أنا لا أتحدث حتى عن العشائر، بل أتحدث عن شخصية رجال السلطة، فبمجرد وصولهم إلى منصب السلطة يصبحون مغرورين ولا يقبلون. هل شهدنا يا حسن فترة كهذه بهذا العدد من الجنرالات والوزراء وأعضاء المسجونين؟ هذا هو المقلق. هذا ما أردت أن أقوله لعلي. هل العشائرية أو الطبيعة الحالية للنظام الجزائري، لسلطة الدولة الجزائرية، هل هي في أيدي أمينة؟ بصراحة، هل بهاتين اليدين نخشى عدوانا أجنبيا؟ هل بوجود شنقريحة وتبون والقيادة الحالية للبلاد يمكننا أن نأمل في الدفاع عن أنفسنا وحماية أنفسنا بشكل جيد؟ اسمع، أولا، من حق الشعب الجزائري أن يقلق، لأن كل يوم يأتي بنصيبه من الغسيل القذر الذي ينشر على الشبكات. لم يحدث قط في أي بلد، حتى في أكثر الدول ديكتاتورية، أن رأينا أسماء الجنرالات
ومسؤولي أجهزة المخابرات تذكر هم وعائلاتهم على الشبكات. اليوم جميع الجزائريين يعرفون الجنرالات الأكثر فسادا، والخطر هو أنه حتى المغرب في عهد الحسن الثاني في السبعينات أعتقد أننا شهدنا جنرالين أو ثلاثة مثل أفقير والدليمي، وإلا لم يكن هناك هذا الانقسام. اليوم أولا هناك خوف حتى داخل هذا الجيش نفسه، كل يوم يأتي بنصيبه من الاعتقالات. لقد ذكرت الرقم المقلق. والبعض يذكر حتى رقم 300 ضابط مسجون. عندما ندرك أن مدير المخابرات دياورس ومسؤولي أمن الجزائر قد سجنوا، والأسوأ من ذلك اتهموا بالتعاون مع قوى أجنبية، هذا يعني أننا لسنا في أمان وأن الجزائر. ثم عندما ندرك أن الصندوق الأسود لرئيس الأركان الذي كان عمليا الزعيم الفعلي للجزائر وهو قيد صالح قد فر إلى تركيا ليكشف في فيديوهات كل الأسرار، سكرتيره الخاص بالطبع. وعندما نعلم أن الغالبية العظمى من أسرار جيشنا وسلطتنا تباع في الملاهي الليلية في بروكسل، في إنجلترا، في فرنسا، في هولندا، ندرك أن الجزائر ليست في أمان. اليوم الخطر على الجزائر هو هذه القيادة العامة التي لا تستطيع أن تضبط الصفوف العسكرية، أن تؤمن هؤلاء الكوادر. هذا هو الخطر الكبير أيضا بوضع مدنيين غير أكفاء بل أغبياء في الواجهة. اليوم الجزائر محاطة من كل الجهات ومن كل الأخطار، خاصة من جميع الحدود. إنها كمن يقف في مرمى العديد من القناصين. ليبيا التي تكتسب السلطة وتشجعها حتى تركيا التي كانت ضدها. لقد رأينا رد فعل مصر الأخير بخصوص هذه القافلة. هذه القافلة المخزية لأنها كانت مجرد عرض، إنها مهرجان. هذا يعني لإنقاذ غزة يقومون بشيء. إذن إنها حملة قام بها الإخوان المسلمون لتعمية الناس، ذر الرماد في العيون، ليقولوا ها نحن انظروا إلينا، نحن نتضامن مع فلسطين. بينما في جوهر الأمر الدولة الوحيدة التي منعت التضامن مع الشعب الفلسطيني هي الجزائر، التي جعلت من القضية الفلسطينية سلعة. إذن المغرب، موريتانيا، مالي، نحن جميع الدول التي كانت صديقة أصبحت اليوم أعداء. حتى روسيا تخلت عنا. تبون لم تدعى إلى اللقاء الأخير في روسيا في احتفالية. هذا خطير. إذن اليوم الحرب لم تعد حرب مواجهة بين الجيوش الجنود بالدبابات. اليوم إنها حرب ذكية، إنها حرب سماء، وإنها حرب تجسس. لقد رأينا كيف في غضون عام واحد إسرائيل قضت أولا على هنية رئيس حكومة حماس في فلسطين في غزة، وبعد ذلك قضوا على نصر الله. حتى الآن لا يوجد تحقيق في اغتيال أو سقوط طائرة الرئيس الإيراني في مروحيته. سقوط مروحية، لا شيء، لا يوجد تحقيق. ومجددا الضربات الأولى أصابت المسؤول عن الجنرالات، مسؤول الحرس الثوري الذي هو عمليا دولة داخل دولة، إنه الجيش الكبير للملالي. لقد اغتالوا رئيس الشرطة السياسية وأقصوا 7 جنرالات. إذن ترون اليوم، هل رأينا إسرائيل في يوم من الأيام تنظم عرضا عسكريا لإظهار عضلاتها؟ شكرا جزيلا علي. ما يقوله علي منطقي، وهو أن دولة مثل إيران قبل بضعة أشهر قال رئيس أركان الجيش الإيراني قبل شهر في شهر مايو: لا تقلقوا، لقد أمنا السماء، لا أحد يستطيع اختراقها وسنعاقب أي شخص. وقد تمت تصفيتها في اليوم الأول في الضربة الأولى. أحمد سعيد لم ينجو حتى 15 يوما أو شهرا. هذا الخطاب: نحن أقوياء، نحن قادرون على ضرب التحديات العسكرية إلى آخره، يذكرنا بما تفعله دولتنا الحالية وما يفعله قادتنا الحاليون. ولكن عندما نكون تحت وطأة العمل، هل نحن قادرون؟ هل نحن؟ لأن اليوم السبب هو نحن نخشى على بلدنا، نخاف على الجزائر، ولهذا ننظم هذا النقاش. ألا نخشى هزيمة؟ ألا نخشى عواقب وخيمة على أمننا القومي بسبب خطاب الشعارات هذا؟ شعارات طوال الوقت، شعارات طوال الوقت، بينما على الأرض حسنا حقيقة الواقع قد تكون بعيدة جدا عن الشعارات. لا يجب التذكير بشيء، وهو أنه خلافا، لأنه لا يكفي الانتقاد هكذا فقط. إيران تخضع لحصار منذ 30 عاما. أولا إيران
أنت تعلم أن الإيرانيين يبيعون الطائرات بدون طيار لروسيا والعالم الخارجي. إنها صناعة عسكرية محلية، هم من يصنعون أسلحتهم الخاصة، وهي دولة كبيرة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، وبالتالي فهم إنها دولة متجذرة في التاريخ، إنها حضارة عميقة. وحسنا، بكل قوتها، والجيش الإيراني مصنف في المرتبة 16. في المرتبة 16. إذن تتخيلون أن الجزائر تظهر في المرتبة 26. إذن تتخيلون أن هذه القوة قد تمت. على الرغم من أن إيران لن نتحدث عنها، إنها تقاوم وهي بصدد استعادة، إذن استعادة توازن القوى. النقص في على أي حال، إنها ترد بشكل مناسب. إنها تستخدم صواريخها الباليستية، إنها تقصف بالفعل. إنها المرة الأولى التي نرى فيها ذلك، لكن لا أريد أن أذهب أبعد من ذلك، فقط لأقول إن بينما الجزائر هي تشتري طائرات مروحيات مستعملة من قطر وتدخل الجزائر بمبادرة من قيد صالح وتغير طلاءها ويكتب عليها سون جزائر. إذن ليس بجيش كهذا لا يصنع، ليس لديه شيء، كل شيء يتم شراؤه من الخارج، ونحن نعلم أنه يتم شراؤه من روسيا. هل هذا خطاب متشائم ما يقوله علي؟ هل هو واقعي أم متشائم؟ هل نبالغ في الحديث عن الهشاشة أم أننا خائفون أو متوترون أو معصوب العينين بسبب قلقنا؟ أم أن هناك حقا عناصر قوة داخلية ربما نجهلها وستشكل صمود بلدنا؟ في الواقع هناك عدة جوانب حقا، أي إذا حاولنا التفكير برأس بارد دون الانجرار وراء العواطف. لنأخذ الحالة التي ذكرتماها كلاكما للتو، حالة إيران وإسرائيل. هناك جانبان على الأقل. هناك الجانب الداخلي في إيران، صحيح أنه ليس بالضرورة نظاما محبوبا من شعبه، نظاما شرطة، كيف أقول شرطة، يفتقر إلى التماسك الكامل بين المجموعات المختلفة إلى آخره. هذا حقيقة. المشكلة هي أنهم يواجهون إسرائيل ويواجهون كل الغرب، وإسرائيل لم تكن لتستطيع فعل أي شيء ضد إيران لولا وجود الولايات المتحدة، لولا وجود أوروبا. في الوقت الحالي الجيش الإسرائيلي يقاتل بمفرده، لا يوجد تدخل مباشر للجيش الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي. إنه يقاتل. الخطة العملياتية هي مواجهة مباشرة؟ لا، إنه يقاتل بأسلحة أمريكية وأوروبية. لقد كشفنا قبل أسبوع واحد فقط أو أقل، تعلمون جيدا أن فرنسا تواصل بيع الأسلحة لإسرائيل، والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وجميع أجهزة المخابرات لهذه الدول الكبرى، ويعلم الله أن لديهم أجهزة مخابرات بالغة الأهمية، لديهم وسائل مراقبة على مستوى الأقمار الصناعية وعلى مستوى المعلوماتية وعلى جميع المستويات، وهم من أعطوا الأهداف للجيش الإسرائيلي. وبالتالي هناك كيل بمكيالين هنا. هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، أي أن إيران تعاني ما تعانيه تحديدا لأنها لا تضطر. لا تضطر لمواجهة إسرائيل وحدها. هذا نقطة أولى. النقطة الثانية، وهنا اتفق تماما مع ما قلته سابقا، هي أنه بمجرد أن يقوم نظام سياسي بخلق قطيعة بين شعبه والطبقة الحاكمة، فإنه يصبح بالفعل أكثر هشاشة، يصبح ضعيفا. ليس لديهم سايانين مساعدون الذين تملكهم إسرائيل، بل على العكس، لديهم أشخاص يبيعون المعلومات للانتقام من قادتهم. وهناك بالفعل أشخاص يدخلون حتى داخل النظام ويقدمون معلومات. ثم إنها دولة كبيرة وهي مفتوحة. من الأسهل بالطبع إرسال قوات خاصة من الخارج، بينما إسرائيل حجمها حجم منديل، فهي أسهل بكثير في الدفاع عنها. لذلك يجب أخذ جميع الجوانب في الاعتبار. والنقطة الأخيرة إذا سمحت لي السيد عبد السمار، هي أن الغربيين وإسرائيل والأمريكيين لعبوا أيضا دور الخداع، أي أنه في الوقت الذي قال فيه دونالد ترامب للإيرانيين سنتفاوض، وبالتالي وثق الإيرانيون وأجروا جولة أولى من المفاوضات، كانوا يتوقعون جولة ثانية من المفاوضات، وفيما بين الجولتين تم مهاجمتهم. هذا يعني ببساطة أن هناك آلية بين الأمريكيين الذين يخدرون المسؤولين الإيرانيين وبين أولئك الذين كانوا يستعدون للحرب.
إذن هذا خداع جيوسياسي. بالطبع هذا مؤلم. لقد رأينا أنه مؤلم جيد جدا علي. وهناك من يتحدث عن أنه لكي يحمي بلد نفسه وخاصة الجزائر اليوم يجب تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك البلاد. يجب وضع حد لقمع المعارضين وجمع كل أبناء الجزائر، لأن الأبناء لكي يحمي بلد نفسه يحتاج إلى جميع أبنائه، لا سيما الأذكى والأكثر خبرة، ربما أولئك الذين يمكنهم أن يضيفوا قيمة، أولئك المنفيون الذين لديهم اتصالات في جميع أنحاء العالم إلى آخره. أنت بصفتك مدافعا عن حقوق الإنسان وريبوست انترناشيونال منذ 4 سنوات وأنت تصرخ وتدين. ما هي المقترحات الملموسة التي يمكنك تقديمها للسلطات الجزائرية الحالية لمعالجة مشكلة عدم التماسك هذه في البلاد؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لكن هناك شيء واحد فقط أتابعه منذ ما يقرب من 40 عاما، وبالنسبة لريبوس فقد أسسناها عام 2017 قبل الحراك. لذا نحن نعمل منذ فترة. Et tous les services de renseignement de ces grands pays, et Dieu sait qu'ils ont des services de renseignement extrêmement importants, ils ont des moyens de surveillance au niveau satellitaire. لقد عملنا ضمن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان. فقط لأقول إن الملاحظة التي قدمتها للتو لم تنزل هكذا من السماء أو لم أخترعها. قبل المشاكل لنأخذ مثال العراق. قدمنا جيش صدام على أنه إحدى القوى العظمى في الشرق الأوسط ودول الخليج. لقد رأينا كيف تم سحق جيش صدام واجتياحه في بضعة أسابيع. ولكن ليس هذا فقط. كيف سقط العراق؟ هذا لأن صدام لم يتردد في إعدام الضباط. لقد ذبح الأكراد، ذبح الشيعة، لقد خلق انقساما داخل العراق. هذا هو ما يفعله هذا النظام الجزائري عمليا. النظام الجزائري الذي أهان الجنوب والذي نسميه نقص رجال الظل منذ 70 عاما. بعد ذلك سكان الجنوب الذين ينامون على مناجم الذهب وليس لديهم ماء للشرب أو سقف لحماية أطفالهم. إنها المناطق الأكثر إهمالا، الأكثر تخليا عنها، الأكثر إذلالا. وإذا أخذنا منطقة القبائل فإن القبائل موضوعة في مرمى هذا النظام. النظام عمليا يدفع القبائل نحو التمرد كما حدث عام 1963. إذن اليوم الأبواب مفتوحة، والشرط الأول لبقاء أي سلطة هو التماسك الوطني. لكي يكون هناك تماسك وطني يجب أن يشعر الجزائريون أو مواطنو هذا البلد بأنهم مواطنون محترمون، لا أنصاف بشر ولا أنصاف مواطنين. وحسنا كل هذه المكونات انهيار أو ببساطة عدم صمود هذه المثيلة التي جعلت الجزائر بلدا من أفقر وأتعس بلدان القارة الإفريقية. وحسنا سأقول لكم بصراحة، سيكون هناك الكثير من الناس الذين لن يتضامنوا. لن نخلق، لن نلعب على الوتر الوطني، نعم القومية، لكن ابتداء من اللحظة التي باع فيها جنرالات وضباط ووزراء الجزائر لن يذهب الناس للتضحية من أجلهم. وأنا أعرف شيئا واحدا، وهو أنه عندما سقط صدام كانت غالبية الجنرالات والضباط قد تلقوا بالفعل مكالمات هاتفية وتم استجوابهم بالفعل وعرض عليهم المال. مع بشار الأسد تذكروا ما حدث لبشار مؤخرا عندما تخلى عنه جنرالاته في اللحظة الأخيرة. نعم بالطبع، لكنني لم أتحدث عن سوريا، لأن سوريا أصبحت عمليا أي أنها أصبحت محافظة روسية أو محافظة تابعة للملالي. لكن العراق إنه بلد كان قويا مثل جيشنا. إذن اليوم أولا وقبل كل شيء الحرب لم تعد حرب مواجهة بين العسكريين، إنها حرب ذكية، حرب سماء. وقد رأيتم. هل تم إعطاء النتائج؟ هل كانت هناك تحقيقات بخصوص العديد من حوادث تحطم الطائرات التي أدت إلى مقتل العديد من المواطنين والعديد من العسكريين؟ أبدا. حسنا، هذا الجيش لكي يربح معركة يجب عليه أولا أن يكسب ثقة شعبه. اليوم هناك قطيعة، الشعب الجزائري والسلطة التي تحاول أن تقودنا نحو طريق مسدود. يا حسن، هل التهديد الخارجي موجود بالفعل؟ هناك مواقف للجزائر تزعج بعض القوى الإقليمية وبعض القوى العالمية. الجزائر تجذب الأطماع، إنها دولة كبيرة، أكبر دولة في القارة الإفريقية.
10 أكبر إقليم في العالم. باطن أرضها غني جدا، وموقعها الجغرافي بالغ الأهمية. نحن نجذب الأطماع، لكن هل التهديد الحقيقي ليس الاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والحقرة والإحباطات الجماعية المتراكمة ونقص العدالة الاجتماعية وغياب دولة القانون؟ هل التهديد ليس داخليا أكثر منه خارجيا؟ عندما نواجه مشكلة خطيرة مهما كانت طبيعتها، سواء على المستوى السياسي، الجيوسياسي، على مستوى الصحة، على مستوى مؤسسة، بغض النظر، حتى على المستوى العائلي، بعد ذلك لا يكفي أبدا أن نكتفي بمسار واحد للنظر أو تفسير واحد، بل دائما ما تكون هناك عدة مسارات للتفسير. آخذ مثال علي جودي حول العراق. صحيح أن صدام حسين كان ينتفخ صدره ويتخيل نفسه إله بلاد الرافدين إلى آخره، وأنه سحق معارضيه، وأنه أرسل حتى الأسلحة الكيميائية على الأكراد وهكذا دوالي، وأن سلطته كانت بالتالي ضعيفة بالفعل من الداخل. ومع ذلك ما تسبب في خسارة سلطته وجيشه كان مشكلة جيوسياسية بالدرجة الأولى. لم يكن مقبولا من جانب إسرائيل ومن جانب المملكة العربية السعودية، لم يكن مقبولا وجود قوة كهذه تملك نفطا وغازا ونهرين كبيرين يمران بالبلاد بأكملها، وزراعة مزدهرة إلى آخره، وصناعة عسكرية بدأت تصبح مهمة بالفعل. وبالتالي أتى كولين باول بأنبوب صغير ربما تبول فيه قائلا: ها هي الدليل، هناك أسلحة دمار شامل إلى آخره. إذن في الحقيقة هناك انفجار داخلي للنظام بسبب ما وصفه علي جودي، ولكن هناك أيضا انفجار يأتي من الخارج. الأمريكيون هم القوة العالمية الأولى بلا منازع، وكان ذلك في الوقت الذي شهد فيه المعسكر السوفيتي ضعفا أو حتى اختفاء. إذن لقد تلقوا ما يعادل، لا أعرف، ضعف أو 3 أضعاف أو ربما 10 أضعاف هيروشيما. إذن كان من المستحيل على جيش كان الغربيون يقدمونه على أنه الرابع عالميا. بالنسبة للرأي العام يقول: ترون، إذا قاتلناهم فهو رابع جيش في العالم، إنه ذريعة لتبرير أخلاقيا بين قوسين أنهم يستطيعون مهاجمة بلد صغير. حسنا، بمجرد وضع هذا في سياق جيوسياسي، من الواضح أن بلدا يملك موارد وله أراضٍ شاسعة مثل الجزائر إلى آخره، فإنه يصبح ضعيفا لدرجة أكبر، ويجب ألا نستهين بهذا. جارنا المغربي هو حليف لإسرائيل، وسأقول لكم بصراحة تامة الآن بعد أن ظهرت الملفات التاريخية، نعلم الآن بفضل إيفون غستون، ولكن ليس فقط، وهو أستاذ تاريخ في جامعة تل أبيب، الذي علمنا، على الأقل علمني، أن الموساد كان له دور كبير في إنشاء منظمة الجيش السري أويس، وكان له دور كبير في عمليات، في أعمال على الأرض للمنظمة، وكان أحد الذين دفعوا لإبقاء الجزائر فرنسية، ليس لمصلحة فرنسا بل لمصلحة الجالية، لنقل بين قوسين. على أي حال، سكان الأقدام السوداء الذين كانوا مؤيدين لإسرائيل في الجزائر، ونعلم أيضا أنه منذ تولي الحسن الثاني الحكم هناك تراكم للوقائع التي تظهر بوضوح أن جارنا المغربي ولن يتردد، كما نقل معلومات قبل حرب الأيام ال6، نقل جميع معلومات اجتماع ما يسمى بالدول العربية إلى إسرائيل. الآن بالطبع هذا سر مكشوف، وبالتالي نحن نعلم جيدا أن جيراننا هناك توتر كبير معهم، وأنهم لن يترددوا بالطبع كيف أقول بيع الجزائر وقبول تدخل إسرائيل في نزاع قد تشعله هذه القوى المعادية للجزائر، كما أشعلوا الأعمال العدائية بين العراق وإيران. يجب أن نتذكر هذا جيدا. إذن لإضعاف قوتين في بلاد الرافدين، يمكن أن ينعكس ذلك أيضا في شمال إفريقيا، لا سيما وأن الجزائر، سواء كان ذلك حقيقيا، l'abus de pouvoir, la hogra, les frustrations collectives qui s'accumulent, le manque de justice sociale, l'état de droit qui est absent. لا سيما وأن الجزائر، سواء كان ذلك حقيقيا أم لا، يتم تقديمها من قبل وسائل الإعلام على أي حال، وليس بالصدفة، سواء كانت وسائل الإعلام الغربية، على أنها الدولة التي ترفض رفضا مطلقا أي اتصال وأي حل وأي تقارب مع إسرائيل. إنها الدولة التي تعرقل اتفاقيات أبراهام في الوقت الحالي.
وبالتالي من هذه الزاوية بالفعل آخر بلد، أنا عمليا آخر بلد مناهض للصهيونية في العالم العربي هي الجزائر اليوم، بلد مناهض للصهيونية في العالم العربي. إذن فقط لأن النقاش مهم، ولكن لنتجه الآن نحو الحلول. نعم، ولكن الحل ماذا يجب أن نفعل الآن؟ ماذا يجب أن نفعل الآن؟ من فضلك يجب أن أعقب على ما قاله صديقي حسن. أنا أشاركه تحليله بالكامل باستثناء أنني يجب أن أذكر شيئا، نفس المكونات وظروف سقوط العراق نحن نعيشها اليوم. نعم. أولا، العراق كان في حرب مع إيران، ومنذ إنشائه وضع سوريا في مرمى نيران التوتر مع المملكة العربية السعودية. انتظر أيضا، كان هو الشخص الذي بنى المنازل التي دمرتها إسرائيل، أليس كذلك؟ جبهة الصمود تقول اليوم لا يوجد سوى الجزائر، ولكن نفس المكونات. إذن لقد قطع اليوم الجزائر قطعت العلاقات مع المغرب بمبادرتها، لأن بلدا يريد أن يعيش بسلام هو شعب يجب أن يطمئن، يجب أن يحافظ على الصلة مع أعدائه خصومه. اليوم الجزائر عزلت نفسها. الجزائر هي أول من يتفاعل قبل البغيض البوليساريو بخصوص جميع مقترحات المغرب. لا تترك حتى البوليساريو يتحدث. اليوم الجزائر في جميع أنحاء العالم العربي هي الأولى في الانتقاد والمعارضة واتخاذ مبادرات حتى داخل الأمم المتحدة ضد إسرائيل، بينما يمكنهم القيام بعمل ائتلافي معهم. إذن نحن أبطال العداء مع إسرائيل وضد المغرب وضد جيراننا وضد الدول. ما هو الخطر؟ الخطر هو هذه السياسة. الخطر هو أنه أولا وقبل كل شيء يجب الذهاب نحو وحدة وطنية، مصالحة وطنية. عندما نقول مصالحة وطنية لا نعني مصالحة العشائر، بل مصالحة الشعب الجزائري مع مؤسساته. يجب أن تكون هناك سلطة شرعية. يجب وضع حد لهذا العنف. اليوم الجزائر أصبحت سجنا في الهواء الطلق. لا توجد أي فئة من الجزائريين ولا أي منطقة في الجزائر لم تتأثر بهذا النظام. وحسنا، كل هذه المكونات تعجل بسقوط هذه السلطة. وحسنا، لن يجد خصوم أو أعداء الجزائر أبدا ظروفا لمهاجمة الجزائر مثل الوضع الحالي لبلدنا. إذن يجب المضي نحو الديمقراطية. يجب التوقف أولا، يجب التوقف عن هذا العنف. يجب السماح للشعب بالتعبير عن نفسه، يجب السماح للسياسيين بالتعبير عن أنفسهم، يجب السماح للنقابات بالتعبير عن أنفسها، يجب السماح للصحفيين بالكتابة، يجب السماح للناس بالإنتاج. أبدا ما قاله صديقي حسن أي طبيعة السلطة. إنها الجمعية التأسيسية التي يطالب بها غالبية المعارضين، وهي التي يمكنها أن تحدد وتقدم هذا النوع من الحكم. إذن جمعية تأسيسية هي مطلب للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ADDH ومن جبهة القوى الاشتراكية FFS منذ عام 1963، والعديد من الأحزاب السياسية بما في ذلك حزب العمل الاشتراكي BST تبنت هذا المشروع. ولكن أي أول شيء أعتقد وهو التهدئة، لأنه حتى اليوم عندما نشعل التلفزيون في 8 مساء لا نتحدث عن مشاكل الجزائريين، بل نتحدث عن مشاكل المغرب، نهاجم المغرب. حسنا، الجزائر دفعت المغرب إلى أحضان إسرائيل. الجزائر هي التي جعلت من هذا المغرب خطرا. إنه بلد شقيق. هذه الحرب مع البوليساريو موجودة حتى في عهد الحسن الثاني، وهذا لم يمنع الحسن الثاني من القدوم إلى الجزائر وتوقيع ميلاد اتحاد المغرب الكبير. لكن فكرة هذا النظام الحالي، فكرة حكام اليوم، جعلتهم يفقدون كل أمل في التقارب مع جميع الدول المحيطة بنا بما في ذلك المغرب. لذلك أعتقد أنه يجب وقف الأعمال العدائية ضد الشعب، ويجب وقف الأعمال العدائية ضد الجيران. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا علي. شكرا جزيلا يا حسن. شكرا لمتابعتكم لنا.
تستمر المناقشات على مختلف منصات الجزائر. كانت هذه حلقة عن موضوع صعب للغاية. حاولنا أن نكون أكثر وضوحا وأكثر بساطة قدر الإمكان. يبقى الأمر معقدا، وسنعود إلى هذا الموضوع مع ضيوف آخرين إن شاء الله في الأيام القادمة. En tout cas, ce n'est pas par hasard que ce soit les médias occidentaux, comme étant le pays qui refuse absolument. أما بالنسبة لنا فموعدنا معكم في حلقات أخرى وإضاءات أخرى ونقاشات أخرى. شكرا لوفائكم لنا. اعتنوا بأنفسكم. يجب أن نتوقف عن اتهام كل مواطن في كل مبادرة إذا كان العلاج الوحيد لكي يدافع الشعب عن وطنه هو أن يتحد خلف سلطته. اليوم لدينا مافيا، لدينا نظام عسكري أخذ جيشنا رهينة. اليوم الجزائر ليس لديها جيش، إنها القيادة العامة، إنها عشيرة في القمة لديها جيش تستخدمه ضد الجزائر. اليوم جميع الجرائم التي تحدث في الجزائر ضد الشعب هي ببركة هذا الجيش. حسنا، لا تعتقد أنه مع كل هذه المجازر ننتظر معجزة من السماء. كلمة أخيرة حسن، كلمة أخيرة، منظور، حل، اقتراح. نعم. أعود فقط 30 ثانية إلى ما قيل للتو بخصوص الصحراء الغربية. يجب أن نقول أيضا أن هذا كان أيضا خداعا من جانب المغرب. أعني ها هي مستعمرة إسبانية لم يطالب بها المغاربة قط قبل أن تتخلى إسبانيا عن هذا الإقليم. تمت المطالبة بها. المغرب لم يقاتل عسكريا لاستعادتها. تقصد كان هناك عمل مطالبة على أي حال. لقد طالب بها مع اقتراح لموريتانيا بتقاسم الإقليم، مما يعني أنها لم تكن حقا أرضا. هذا هو أولا. ثانيا، هل سندفع الجزائر أيضا لانتهاك القانون الدولي؟ اليوم يتم انتهاكه بما فيه الكفاية من قبل القوى التي نرفضها، لا سيما من قبل إسرائيل والمغرب في حالة الصحراء. هل سنطلب من الجزائر أيضا انتهاك القانون الدولي؟ لا. أعتقد أنه كان هناك غزو من قبل حسن لإقليم الصحراء. أما أنا فلدي حل غريب نوعا ما إذا سمحتم لي حقا. نعم، أنا مع أن 80% من الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب تعود للمغرب، و2% التي يحتلها جبهة البوليساريو تعود للجزائر، وأن يتمتع الصحراويون بالجنسية المزدوجة الجزائرية والمغربية. ما تقترحه ليس متوافقا جدا مع القانون الدولي. أنت تتحدث عن انتهاك القانون الدولي. نعم، لكن إذا وافقت وأقول إنهم يمكن أن يحصلوا على الجنسيتين، إذن لا. قد يفقدون سيادتهم على أراضيهم ولكنهم سيكسبون بلدين. حسنا، الآن نعود إلى الجانب الآخر. ما الذي يمكننا أن نوصي به؟ أنا أتفق تماما مع ما قاله علي جودي بخصوص الشأن الداخلي، أي يجب وقف هذه الفجوة بين القادة والشعب الجزائري، لأنه يجب أن يكون القادة شرعيين منتخبين، وأن يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب، وأن نخرج من هذا الانفصام المؤسساتي الذي يتمثل في انتخاب رئيس بلدية ولكن قائد الدائرة هو الذي يأمر، وانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ولكن الوالي هو الذي يأمر، وانتخاب جمعية وطنية ولكن السلطة التنفيذية هي التي تأمر، وانتخاب رئيس ولكن هيئة لا نعرفها هي التي تأمر، وهكذا دوالي. إذن يجب الخروج أولا من هذا الانفصام، وأن يكون هناك مركز قرار واحد وليس دوائر قرار، وأن يكون هناك حكم في هذا البلد، أن يكون هناك حكم. لو كان لدينا الوقت لكنت أوافق تماما على تغيير مؤسساتي شامل. أنا سأوافق على أن يكون هناك رئيس عسكري متقاعد مثلما هو الحال في إيطاليا، ولكن أن يكون ضامنا، وأن يكون لرئيس الوزراء جميع الصلاحيات. هذا هو أن يكون رئيس الوزراء منتخب، ولكن نحتفظ على الأقل لمدة 20 أو 30 عاما بعسكري يكون ضامنا للمؤسسات. النقطة الأخيرة ربما إذا سمحت لي السيد عبد السمار، هي أنه يجب أيضا تخفيف العبء عن الدولة. الدولة مركزية للغاية. الدولة تقدم القهوة والبيرة في الفنادق والمقاهي إلى آخره، ويجب أن تهتم بشراء الأسلحة إلى آخره. لا يجب أن تهتم بكل شيء. يجب أن تهتم الدولة بالوظائف السيادية.
لذلك يجب اللامركزية وتنظيم المناطق والسماح للمناطق بأن تتمتع بالحكم الذاتي، استقلالية المناطق، استقلالية الجامعات، استقلالية الشركات، استقلالية الجماعات المحلية، بحيث تهتم الدولة فقط بالأمور الهامة لا سيما الشؤون الخارجية، الجيش، الشرطة، المخابرات، وهكذا دواليك، والسماح بالتالي في مؤسسة كهذه، في مخطط كهذا، بنية كهذه، السماح للجزائري بأن يكون فاعلا على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الوطني. وبهذه الطريقة فقط أرى التماسك الوطني، وهذا ممكن. هذا ممكن اليوم. هذا يستحق عدة حلقات منفصلة. إنها حقا مقترحات. نقطة أخيرة، نقطة بالغة الأهمية، وهي احترام واستعادة الجالية الجزائرية في أوروبا، وخاصة في فرنسا وكندا، لأنها سلاح. إنها روح من خلال احترام حرية التعبير، حرية المبادرة، حرية الدراسة، حرية التنقل، وليس التجسس على الجالية، بل على العكس، إعادتها وجعل البلد جذابا للجالية، وهذا سلاح رائع للجزائر. إذا كانت الجالية في فرنسا وكندا ستتعايش بتناغم مع وطنها الأم، فستكون الجزائر منيعة. شكرا جزيلا حسن. علي، شكرا جزيلا. لقد وصلنا إلى النهاية على أي حال. كلمة أخيرة فقط. لا، شكرا. لا، أولا ما تطرق إليه صديقي حسن، أي طبيعة السلطة، هي الجمعية التأسيسية التي يطالب بها غالبية المعارضين، وهي التي يمكنها أن تحدد وتقدم هذا النوع من الحكم. إذن جمعية تأسيسية هي مطلب لإديدياتش ومن نفيفس منذ عام 1963، والعديد من الأحزاب السياسية بما في ذلك بيستي أدركت هذا المشروع من السلطة. ولكن أي أول شيء أعتقد وهو التهدئة، لأنه حتى اليوم عندما نشغل التلفزيون في 8 مساء لا نتحدث عن مشاكل الجزائريين، بل نتحدث عن مشاكل المغرب، نهاجم المغرب. حسنا، الجزائر دفعت المغرب إلى أحضان إسرائيل. الجزائر هي التي جعلت من هذا المغرب خطرا. إنه بلد شقيق. هذه الحرب مع البوليساريو موجودة حتى في عهد الحسن الثاني، وهذا لم يمنع الحسن الثاني من القدوم إلى الجزائر وتوقيع ميلاد اتحاد المغرب الكبير. لكن فكرة هذا النظام الحالي، فكرة حكام اليوم، جعلتهم يفقدون كل أمل في التقارب مع جميع الدول المحيطة بنا بما في ذلك المغرب. لذلك أعتقد أنه يجب وقف الأعمال العدائية ضد الشعب، ويجب وقف الأعمال العدائية ضد الجيران. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا علي. شكرا جزيلا يا حسن. شكرا لمتابعتكم لنا. تستمر المناقشات على مختلف منصات الجزائر. كانت هذه حلقة عن موضوع صعب للغاية. حاولنا أن نكون أكثر وضوحا وأكثر بساطة قدر الإمكان. يبقى الأمر معقدا، وسنعود إلى هذا الموضوع مع ضيوف آخرين إن شاء الله في الأيام القادمة. أما بالنسبة لنا فموعدنا معكم في حلقات أخرى وإضاءات أخرى ونقاشات أخرى. شكرا لوفائكم لنا. اعتنوا بأنفسكم.